جايه من بره مستعجله، دخلت على المطبخ وكنت كنت ماشيه في الشارع بفكر اعمل اكل ايه لعيالي عشان انجز وانزل على طول. واختي عشان اختي مستنياني. قلت ايه ما اعمل مكرونه بشاميل، طب ما انا كنت عامله امبارح مكرونه بالصوص الاحمر واللحمه المفرومه، قلت يلا ما فيش مشكله اعمل لهم النهارده بالبشاميل، وكان عندي فايض امبارح لحمه مفرومه، ايه المشكله؟ فقلت والله اعمل لهم البشاميل. آه، امبارح كانت بالصوص الاحمر والنهارده بالبشاميل. رحت مطلعه الحله ومليتها على النار ميه وسلقت المكرونه. المشكله هنا بقى ان انا كان عندي مكرونه قلم قليله، رحت مكمل مكرونه مقصوصه. ايه المشكله يعني برضو؟ هو انا عازمه حد غريب؟ هو انا عازمه عيالي بس هم اللي هياكلوها؟ ما انا عايزه انجز، لسه بقى هبعت ابني يجيب لي مكرونه يكمل لي مكرونه ويتاخر عليا وانا مستعجله، واختي عماله تتصل بيا وعماله تستعجلني واقول لها خلاص نص ساعه وقربت اخلص قربت اخلص، واحنا عايزين ننزل ونهار الشتاء قصير. فرحت عامله المكرونه وجبت اللبن وعملت البشاميل، جبت نص كيلو لبن وكملت والله ميه من الحنفيه، نزلت بقى على نص كيلو اللبن دول معلقتين كبار من المعلقه الكبيره اللي انتوا شايفينها ديت، وحطيت الملح والماجي وشويه بس فلفل اسود عشان ما تغمقش بس ايه البشاميل. والله العظيم والله العظيم انا مش عايزه اقول لكم ان هي طلعت تحفه، وحاسه ان كان فيها مطه كده كاني انا حاطه فيها جبنه موتزاريلا، وانا ولا كان عندي جبنه موتزاريلا ولا حاطه فيها حاجه ولا محتاجه. المهم طلعت خفيفه شويه، رحت مكمله بمعلقه دقيق وبس. عملتها كلها بقى ايه قبل ما افتح النار، عملتها كلها على البارد، يعني اشتغلت كله كده على البارد، ورحت ايه فاتحه النار عليها. ولما احتجت شويه معلقه الدقيق جبت شويه ميه كده لوحدهم وقلبت فيهم الدقيق ونزلت عليهم عشان ما تكلكعش، ايد تقلب وايد تنزل عشان ما تكلكعش منكم. ورحت بقى مطلعه اللحمه المفرومه حطيتها في الطاسه وحطيت معاها شويه حته سمنه، ورحت في الاخر قعدت اقلب مع شويه ايه مع شويه فلفل اسود، ورحت نازله بالبهارات بتاعتي. وفي الاخر خالص ايه بعد ما قلبتهم كده كام تشويحه رحت نازله بالبصل، قعدت اقلب كله كده على النار عاليه عشان الايه البصلايه تحمر معاكي، ماشي؟ ما انت حطاها نيه، ماشي؟ فرحت قعدت اقلب وكنت بخلص في البشاميل اللي هو زي ما انتم شايفين. اختي عماله تتصل بيا وتستعجلني واقول لها خلاص نازله خلاص نازله اصبري يا بنتي، هروح لوحدي اقول لها لا استنيني نازله ما هو خلاص قربت. المهم قعدت كده اشوف البشاميل واشوف اللحمه المفرومه وعيالي جعانين وعمالين يستعجلوني هم كمان، ناحيه من اختي وناحيه من عيالي، يعني زهقوني في حياتي. ده انا جايه من بره، انا كنت بمتحن، ما انتوا عارفين ان انا بمتحن، جايه من الامتحان على المطبخ على طول، اعمل ايه يعني اولع لهم في نفسي؟ المهم بقى رحت جايبه عامله مخلصه البشاميل. بصوا المطه كاني فيها مطه، كاني حاطه فيها جبنه موتزاريلا. جبت الجبنه الموتزاريلا دي منين انا مش عارفه، يعني والله العظيم انا مش حاطه فيها جبنه موتزاريلا خالص. المهم بقى كان عندي صلصه المكرونه بتاعت امبارح اللي هي في الحله اللي هناك دي، عارفين عملت بيها ايه؟ رحت جايبه المكرونه قبل ما احطها في الصينيه، ورحت جايبه مقلباها بشويه صلصه كده باللحمه المفرومه. من بصوا اهي، بصوا الصلصه، بصوا جمالها. بصوا حطيت شويه برده على المفروم وقلبت. لا المكرونه دي طلعت حكايه مع استعجال، يعني ما اقولكمش مكرونه تحفه باستعجال، يعني ديت نسميها مكرونه الاستعجال. زي ما انتم شايفين جبت قالب البايركس دوت، حسيت ان القالب مش مدي كده، انتوا عارفين القالب البايركس ملوش تعليه عاليه يعني مش عالي، قلت لا ايه ده انا عايزه اعمل مكرونه حلوه. بصوا بوريكم المكرونه المقصوصه على المكرونه القلم، يلا ادي مش مشكله، ادي يا جدي عادي. رحت جايبه بقى ايه شويه الصلصه وقعدت اقلب ياه على جمال المكرونه اللي طلعت امبارح باستعجال، وطلعت يعني انا عملتها عك في عك، بس اول مره تطلع حته دي مكرونه وكاني حاطه فيها جبنه موتزاريلا. انا مش عارفه بصراحه. جبت الجبنه الموتزاريلا، بصوا البشاميل انا اديتها بقى ايه مع الصلصه الحمراء واللي كان فيها اللحمه المفرومه، اديتها شويه بشاميل، قعدت اقلب عشان تطلع حلوه كده وجميله. ادي يا جدي وندي معاك. المهم بقى رحت مغيره الصينيه، قلت لا انا لازم اطلع صينيه المونيا، مفيش احسن. انا عايزه اقول لكم احسن اكل فعلا يطلع في الالمونيا، يعني رهيب بجد. ولا البايركسي بقى ولا الاركوبال ولا التيفال ولا اسمه ايه ده اللي هو طالع دلوقتي ده، سيراميك ايه وبايركسي ايه والحاجات الجديده دي انا مش عارفه. المهم بقى حطيت المكرونه وخلاص بقى كملت كده عادي، وحطيت اللحمه المفرومه وحطيت فوقيها المكرونه عادي، ورحت نازله بالبشاميل كله. يعني انا عملت نص كيلو لبن وخدت تقريبا بتاع ربع كيلو ميه من الحنفيه، وكملت بمعلقه دقيق، وخدت في البدايه الكبشه الكبيره ديت بقيمه 4 معالق اكل كده كبار هرميين دقيق وملح وفلفل، بس ما كتروش في الفلفل عشان ما يسودش منكم المكرونه، وقلب ماجي وتحفه، طلعت تحفه. ورحت متصله بالبيت اختي قلت لها انت فين؟ قالت لي لا ده انا همشي خلاص. قلت لها لا انت مخلياني جايه مستعجله، لا استنيني خديني معاكي. رحت راكبه الميكروباص، لا ميكروباص ايه، رحت راكبه التوك توك وراحه على اختي، نزلنا خدنا العربيه رحنا على المترو ورحنا شبرا الخيمه. ليه بقى يا جماعه؟ عشان احنا كان عندنا عزا، لبسنا العبايتين السود ورحنا عزينا، ورجعنا بالليل وكنت راجعه ايه نايمه على روحي، راجعه خلاص مقتوله عايزه انام، كنت هنام في الطريق. والمكرونه خلصت وعيالي ايه نصفوها. وبعد ما رصيت طبعا الصينيه كويس كده وحطيت البشاميل من فوق، دخلتها طبعا الفرن، كان طبعا مسخناها بيها، حطها في الرف اللي في النص وخليتها بقى تدي مع نفسها، ادي يا جدي هي تسوي نفسها وتحمر نفسها بنفسها. بس ايه مكرونه الاستعجال طلعت بجد تحفه. محدش بقى يشجعني يقول لي شاطره.